السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أهلا بكم في عدد جديد من حصة ستارديزاد. ستارديزاد حصة نستضيف خلالها أبرز الوجوه السياسية الاجتماعية والثقافية وحتى المؤثرين. ضيفنا لهذا العدد هو نجم من نجوم الأدب الجزائري. يسعدني أن أستضيف وإياكم الكاتب والمؤلف الروائي عبد العزيز مرابط الزغويني. أهلا وسهلا بك سيد عبد العزيز. بارك الله فيكم. مشكورين جدا على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة الطيبة، وأنا سعيد جدا أن أكون حاضرا معكم في هذا الحصة الهادفة حتى أشارككم تجربتي بحول الله. شكرا لك على تلبية الدعوة سيد عبد العزيز. سيد عبد العزيز، هل يمكنك في البداية أن تعرفنا من هو عبد العزيز مرابط الزغويني؟ نعم، عبد العزيز مرابط الزغويني هو أستاذ وكاتب وباحث من مواليد 1980 بتيزغوين دلس ولاية بومرداس. أستاذ في التعليم الثانوي ومتحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، ولي تجربة في الكتابة الأدبية والكتابة التاريخية وحتى الكتابة لفئة الناشئة والطفولة إن شاء الله. متى انطلقت في الكتابة والتأليف؟ والله أكون صريحا، يعني هذا الكتابة هي نوع من الإبداع، ونقول يعني هذه الموهبة كانت موجودة فيها يعني في منذ الصغر. يعني لما كنت أدرس في الابتدائي كانت عندي موهبة الكتابة، ولكن يعني صراحة هذه الموهبة بدأت تنطفئ شعلتها شيئا فشيئا حتى غابت، يعني كادت تغيب تماما. لماذا؟ ما الذي جعلها تنطفئ وما الذي جعلها تغيب؟ نعم، الذي جعلها تنطفئ والذي جعلها تغيب أعتقد هو قلة الاهتمام أو قلة التشجيع. احنا لما كنا صغار، وكما الكثير من الأطفال الصغار الآن تجد عندهم الكثير من المواهب والكثير من الإبداعات، فدائما يحتاجون إلى من يكتشف هذه الموهبة وينمي لهم هذه الموهبة. احنا ربما ظروفنا ما ساعدتش، يعني لم تساعدنا كثيرا ظروفنا، فكادت تغيب هذه الموهبة، ولكن إن شاء الله تعالى أن أعود إليها بعد أن أكملت مساري الجامعي ودخلت إلى مرحلة العمل. وهناك اكتشفت نفسي من جديد، واشتعلت هذه شعلة الكتابة، خاصة الجانب الثاني وهو الكتابة الأدبية. والحمد لله الآن عندي هذا الباقة من المؤلفات في المجال الأدبي والمجال التاريخي أيضا. وأنت طفل وفي بداياتك في نعم. التأليف، هل تتذكر أول الكلمات ألفتها أو أقول أول مولود لك؟ والله لا، أول مولود أدبي كتبته يعني بعد مسيرة طويلة من المسار الجامعي وحتى أن دخلت الوظيفة. أذكر هذا اللمسة، أنني أخذت الكتاب إلى الأستاذ الذي درسني في الابتدائي، وقلت أستاذ هذه ثمرة من ثمرات الجهد الذي بذلته معنا. فقال لي هل تذكر ما كنت تكتبه في الابتدائي؟ قلت والله نسيت. فقال لي أذكرك بعبارة كتبت أنت لما كنت تدرس في الابتدائي، وهو ذكرني. أنا سبحان الله نسيت هذه ربما العبارة. تركت أثر في ربما داخله. نعم، ربما تركت أثر في داخله. فذكرني، قال لي العبارة التي كتبتها هي كذا وكذا وكذا. هل تتذكرها؟ الآن نسيتها، والله نسيتها يعني. ربما نسيتها لأنه كان هناك انقطاع كبير جدا بين تلك الفترة التي بدأت فيها الكتابة، يعني كانت برزت في بعض الملامح الكتابة الإبداعية ولكن غابت. الحمد لله الآن رجعت إلى هذه الساحة وهذه أعمالنا. هل هناك شيئا ما بعد انطفاء، بعدما قلت أنت انطفأت تلك الشعلة، أو لا أقول انطفأت تماما، نعم. بعدما خمدت تلك الشعلة التي كانت تؤلف وتروي، هل هناك حدثا ما حدث لك أثر فيك وخلى هذه الشعلة تلهب من جديد؟ تلتهب من جديد، نعم. نعم. في الحقيقة أنا أكتب على خطين اثنين. الخط الأول هو الكتابة التاريخية. الكتابة التاريخية خاصة التاريخ المحلي، فكان أول كتاب لي هو صفحات نيرات من تاريخ تيزاوين. ما الذي جعلني أعود إلى أحاول أن أكتب؟
هو أنني أنا يعني دائما أعود إلى التاريخ، متعلق بتاريخ وطني، متعلق بتاريخ بلدتي، متعلق بتاريخ قريتي. فكانت هذه القرية التي ولدت فيها هي قرية تيزغوين، بلدية دلس ولاية بومرداس. كانت حاضرة علمية مشهورة جدا، ولكن لا توجد فيها كتابة أو أثر يعرف الناس بتاريخ هذا القرية. يخلد تاريخ نعم، يخلد المنطقة. تاريخ المنطقة. وبحكم أننا احنا جيل اللي قرينا وتخرجنا بالمعاهد ومن الجامعات، شعرت أنه نحن من نتحمل مسؤولية الكتابة. وأذكر أنه لما كنا في الابتدائي احنا ننتمي إلى مدرسة الشهيد عمر راضي. أذكر أننا لما كنا نشارك في مسابقات بين الابتدائيات كنت دائما نريد أن نعرف بمدرسة الشهيد عمر راضي، ولكن للأسف الشديد لم نكن نجد معلومة بسيطة حول هذا الشهيد. والله هذا الأمر يعني بقي يحرقني في قلبي، حرقة في القلب، ترك أثر. ترك أثر. فلما كبرت وتخرجت من الجامعة قلت لما لا أنا أقوم بهذه المسؤولية. فبديت الكتابة التاريخية. من هذا أول خطوة في الكتابة كتابة تاريخية، فكتبت هذا الكتاب الأول وصفحات نيرات من تاريخ تيزغوين. الآن نروح للشق الثاني، وهو الكتابة الأدبية أو الإبداع الأدبي. في الحقيقة الإبداع الأدبي أقولها بكل صراحة أنه الفيسبوك هو الذي اكتشفني، أو اكتشفت نفسي عن طريق الفيسبوك. عبد العزيز مرابط الزغويني. عبد العزيز مرابط هو الاسم الرسمي لك. نعم. الزغويني هو اللقب. كيف لقبت بهذا الاسم الزغويني، وما معنى كلمة الزغويني؟ نعم، والله كثيرا ما يطرح علي هذا السؤال. يقول لي عبد العزيز مرابط مفهومة، ولكن الزغويني ماذا تقصد بالزغويني؟ في الحقيقة الزغويني ليس اسم وليس لقب، وإنما هو اسم شهرة. الآن أكاد أجزم أن الاسم الذي أشتهر به هو الزغويني. والزغويني يعود إلى القرية التي ولدت فيها، قرية تيزغوين. يعني أنا أنتسب إلى هذا القرية، قرية تيزغوين. وتيزغوين كلمة أصلها بالأمازيغية تيزقيوين، وتيزقيوين بمعنى يعني المعنى المعروف هو الدور القديمة المبنية بالحجارة والطين. فكانت هذه القرية تسمى تيزقيوين. مع مرور الأيام صارت تيزغوين. الآن القرية تعرف بقرية تيزغوين. فأنا ابن هذه القرية وأتشرف بأنني ابن هذه القرية، فمعروف باسم الزغويني. التزغوين، ما شاء الله. إذا الاسم من أخذته من المنطقة، من مدينتك أين نعم. تربيت نعم. وترعرعت. نعود إلى مؤلفاتك. من اكتشف موهبتك، ومن شجعك على الانطلاق فيها مرة أخرى؟ قلت الذي انتبه إلى هذا الموهبة في المسار الأول في الابتدائي هو أستاذي في الابتدائي. ولكن كما ذكرت من قبل أن هذه الموهبة كادت تنطفئ، ثم اكتشفت نفسي من جديد عبر منصات الفيسبوك، هذا بعد سنوات طويلة. يعني رجعت للانطلاقة من الفيسبوك. نعم. أحكي لنا التفاصيل، كيف كان هذا؟ احنا نعرف دائما أن القطار هو عبارة عن عينة للمجتمع الجزائري. وبحكم أنني كنت أشتغل في الجزائر العاصمة وأسكن في مدينة الغاية، كنت دائم رحلة الذهاب والإياب من مدينة الغاية إلى الجزائر ثم العودة إلى الغاية وهكذا. ونحن نعرف أنه السفر قطعة من عذاب. وكنت دائما في كل رحلة أرى العجائب، ولا أرى العجب بالعجاب داخل مقطورة القطار. فكنت بحكم أنني أسافر لوحدي قلت لما لا أكتب هذه المواقف وهذه الأحداث، هذه القصص، هذه الطرائف التي أراها بعيني داخل القطار. قلت لما لا أكتبها وترجمها في كلمات وأنشرها عبر صفحة الفيسبوك. فذلك الذي حصل. كتبت أول مقالة ونشرتها، ثم كتبت ثاني مقالة ونشرتها، ثم كتبت ثالث مقالة ونشرتها. فوجدت أن هناك تفاعل كبير جدا مع ما كنت أنشره. وجت فترة توقفت لأنه دخلنا في فترة الامتحانات. فلما زرت البلدة، يعني زرت مدينة دلس وزرت قرية تيزغوين، كنت كلما التقيت بواحد باثنين يقول لي أستاذ والله رانا زعفانين عليك. أقول له علاش؟ يقول لي علاش توقفت؟ احنا رانا نتابع المسلسل، فلماذا توقفت؟ قلت له ما تقوليش أنت أيضا تتابع؟ يقول لي والله أنا أتابع. فتلقيت بإنسان آخر قال لي أستاذ نحن نتابع كل ما تنشره، أنا والزوجة والبنات والأولاد، فراك حرمتنا من التكملة.
فحسيت أنني تحملت مسؤولية مواصلة كتابة هذه المقالات، وبالفعل نشرت المقالات في أي ال10. سنة؟ بديت هذه المقالات سنة 2018. لا قبل ذلك بديتها حوالي 2015 2016 2017 2018. نشرت الكتاب الأول اللي هو قطاريات أحداث ومواقف قصص وطرائف، ولكننا ما زلنا نركب في القطار. وعن محتوى هذا الكتاب، هذا المؤلف، نعم. على ماذا يتحدث؟ والله هذا المؤلف عبارة عن كوكتيل من التجارب الشخصية التي عشتها داخل القطار، وكما قلت أنه ما يحدث في القطار يحدث في المجتمع الجزائري. فأنا واش ندير؟ أخذ الموقف أو أخذ الحادثة أو أخذ القصة ثم أحللها وأسقطها على المجتمع الذي نعيش فيه. أحيانا كاين أمور إيجابية أثمنها بطريقتي الخاصة، وكاين أحيانا أمور ربما أمور سلبية أحاول أن أعالجها وأشارك معي القارئ في أن يعطيني رأيه أيضا فيما تحدثت عنه فيما نشرته. فخرج هذا الكتاب اللي هو قطاريات أحداث ومواقف قصص وطرائف. وبحكم أنني كنت ما زال دائما أسافر، واصلت الكتابة، واصلت رحلة الكتابة، فخرج لي الكتاب الثاني اللي هو تأملات وذكريات. ومع مرور الأيام أيضا زاد خرج الكتاب الثالث اللي هو يروى أن. فهذه كم السلسلة. عدد المؤلفات إلى يومنا هذا، منذ أن رفعت القلم مرة أخرى وعدت إلى التأليف؟ نعم الحمد لله، الآن عندي 10 مؤلفات مطبوعة، وهناك بحوزتي أيضا وفي جعبتي مجموعة من المؤلفات تنتظر دورها في أن تخرج وتكون بين أيدي القراء إن شاء الله تعالى. ونحن في انتظار هذا النور، في انتظار أن يسطع هذا النور، ربما أقول لنتنور بمؤلفاتك ونقرأ لك. سيد عبد العزيز مرابط، ما الذي يلهمك للتأليف؟ يعني ما هو الشيء الذي يلهمك؟ ما الذي يحيي فيك الإلهام؟ وهل هناك وقت يعني معين، ساعة معينة في اليوم؟ بالنسبة للوقت، أقول دائما، أنا دائما أنصح بها الشباب، يعني خاصة أنه إذا ضاق الوقت اتسع، وإذا اتسع ضاق. ما معنى ذلك؟ أحيانا لما يكون عندنا وقت كثير، ونقول إحنا عندنا وقت كثير حتى نفعل الشيء الكثير، يضيع منا كل شيء فلا نفعل. وأحيانا حين يضيق بنا الوقت، يكون عندنا لحظات فقط، نستغل ذلك الوقت فيما ينفع. فقلت أنا الذي دفعني أكثر للكتابة هو الرسالية. يعني أنا أحمل هموم وطني، أحمل هموم مجتمعي، فعندي رسالة أريد أن أوصلها للقراء. كيف تصل هذه الرسالة؟ الكتابة الإبداعية تمكنني من أصل إلى جمهور يستحيل أن تصل إليه بغير الكتابة الإبداعية. فلقيت أنه أنا الآن أحمل رسالة، وسلكت هذا المسلك، مسلك الكتابة، سواء الكتابة التاريخية أو الكتابة الروائية، من أجل أن أوصل هذه الرسالة الهادفة. لأنه أنا في نظري أن الكاتب الذي يكتب وينشر وليس له رسالة فيما ينشر هو كاتب فاشل، حتى وإن كان صاحب شهرة. الشهرة الآن لا تعني أنك قد وفقت في تبليغ الرسالة. ما هي رسالتك؟ رسالتي على شقين اثنين. الرسالة الأولى هي رسالة الوطنية. أنا والله لو كان لي يقرأ من يطلع على الروايات الثلاثة، الرواية الأولى سهام القدر، والرواية الثانية همسات القصب الفلاقة إلى الحراقة، والرسالة الرواية الثالثة الهايم. هذه الروايات تقريبا هي روايات تاريخية. روايات تاريخية ركزت فيها على أعظم رسالة أراها، وهي رسالة الوطنية، حب الوطن. احنا هذا البلد العزيز الجزائر ضحى من أجله ملايين الشهداء، وهي فعلا عندنا مسؤولية كبيرة جدا من أجل المحافظة على هذا الوطن الغالي. ورأيت أنه قضية الوطنية استهدفت في شبابنا بشكل رهيب جدا. إلى زمن قريب كان الشاب لا يستطيع أن يقول أنا أحب بلدي، بل يعتبر ذلك من الأخطاء السبعة. يستحي، الآن نشوف كثير من الشباب يقول يستحي أن يقول أنا نحب بلادي. فرسالتي في كتابة هذه الروايات
هو أن أطرق هذا الباب في قلوب شبابنا خاصة في قرائنا، أن الوطنية أو أن الوطن مسؤولية، ينبغي أن تتضافر جهودنا في أن نبني هذا الوطن شيئا فشيئا. كيف أصل إليه؟ عن طريق الرواية الإبداعية. فالقارئ حين يقرأ يدخل في نص من النصوص ويسير فيه، أكيد يعني تتحرك عواطفه ويتفاعل مع الأحداث الموجودة داخل الرواية، حتى تتنمى فيه هذا الروح الوطنية، أو تدفع فيه الروح الوطنية من جديد. علاش؟ لأنه هناك فرق بين الكتابة التاريخية والكتابة الإبداعية. المؤرخ هو الذي ينقل أحداث التاريخ، أما الروائي هو الذي ينقل رسالة التاريخ. فنحن نعود إلى الوراء، نستقرئ تلك الأحداث التاريخية التي مرت على الجزائر، ونحاول أن نوصل رسالة التاريخ إلى أبناء هذا الجيل، وربما الأجيال المقبلة أيضا. من بين مؤلفاتك ورواياتك ما هو المولود الأقرب إلى قلبك؟ هذا سؤال لا أقدر الإجابة عليه. هذه كلها نسميه مولود أدبي، كلها مواليد أدبية. أولا، علاش نسميه مولود أدبي؟ لأنه المولود هو الذي يعني دائما تحفه بالرعاية المطلقة وتنتظر مجيئه، فإذا جاء فرحت به. هذا المولود البيولوجي. المولود الأدبي أيضا المولود يعني ترعاه شيئا فشيئا وتنتظر صدوره، فإذا صدر لك المولود الأدبي الجديد فرحت به فرحا شديدا، ثم تقدمه بين يدي القراء. ولكن حين أسأل من بين هذه المواليد الأدبية والتاريخية ما هو أحب مولود إليك، أقول إذا استطاع الإنسان أن يجيبني من هو أحب الأولاد إليه، أستطيع أن أجيبه من هو أحب المواليد الأدبية إليه. هذه كلها مواليد أدبية، فلا أستطيع. فأي مولود فأي ابن من أبنائك ربما له تأثير خاص حين تعود لتقرأه، أو ربما كلمات في تلك الرواية أو ذاك ما زالت في بالك، ما زالت تترك أثرا كلما قرأتها، أو ربما أحيانا تكون تحدث نفسك، كلنا نحدث أنفسنا، تحدث نفسك، تجد نفسك تردد كلمات في تلك الرواية. بارك الله فيك. السؤال بهذه الطريقة أستطيع أن أجيب عنه. ما هو يعني الكتاب أو المؤلف الذي جعلني أبرز أكثر، أو الذي تعلقت به أكثر؟ ليس أنني اخترته من بين هذه المؤلفات، ولكن هو الذي جعل اسمي معروف لدى القراء. أقولها هو كتاب قطاريات أحداث ومواقف، قصص وطرائف. علاش هذا الكتاب بالخصوص؟ لأنه القراء كانوا يتابعون هذه المقالات قبل أن يصدر الكتاب، وقبل أن يصدر الكتاب لقيت كثير من النصائح من الأساتذة والباحثين من الكتاب، نصحوني أن أجعل هذه المقالات في كتاب حتى يبقى، لأنه الكتاب هو الذي يبقى. هذا الكاتب مهما عمر في هذه الدنيا سيغادر في يوم من الأيام، ولكن الكتاب يطيل عمر صاحبه. الكتاب باق، يخلد ذكر صاحبه. الكتاب يحمل أفكاري أنا العبد الضعيف عبد العزيز مرابط الزغويني، يحمل أفكاري، يحمل قناعاتي، يحمل توجهاتي، يحمل رسائلي التي أريد أن أبثها في مجتمعي سواء في الحاضر والمستقبل. قد يبقى هذا الكتاب لهذا الجيل وللجيل المقبل وربما للأجيال القادمة، فيبقى صدقة جارية لنا. لذلك أنا أعتبر أن الكتابة هي مسؤولية عظيمة، مسؤولية أولا أمام الله عز وجل، مسؤولية أمام المجتمع، ومسؤولية أمام التاريخ. فهذا الكتاب قطاريات أحداث ومواقف، قصص وطرائف، هو الذي رفع اسمي عاليا. أما الذي يؤثر في نفسيتي كثيرا فهو رواية سهام القدر. رواية سهام القدر والله لو نقول لك أنه من بين المؤلفات اللي كنت نتصفح فيها في الكواليس، شدني عنوانين رغم أنني لا أعرف المحتوى: الهائم وسهام القدر. كنت قبل أن تتحدث كنت سأوجه لك سؤال عن سهام القدر.
سهام القدر رواية، نعم. على ماذا تتحدث؟ وهل آه، لا أعلم لما شعرت للحظة كأنها جزءا منك، لا أعلم، بارك الله. ولكن حسب ما أرى هي حسب ما أرى الشخص وهو يحمل المظلة في حسب الصورة، حسب تفسيري قراءة الغلاف. وكأن قراءة الغلاف، وكأني أراها في حقيقتك، لا أعلم لما شعرت في هذا العنوان رغم أنني لم أقرأ حرفا منه. والله صدقتي. سهام القدر، هذه الرواية هي رواية مستوحاة من قصة حقيقية. أقول هي مأساة حقيقية، مأساة حقيقية أعرفها عن قرب. هذه تحكي على شخص من أبناء القرية. هذا الشخص عانى الكثير في حياته. هل هذا الشخص هو عبد العزيز مرابط؟ لا، ليس عبد العزيز مرابط، ولكن يعرفه عبد العزيز مرابط، يعرفه جيدا. فهذا الشخص عانى الكثير، هو في الحقيقة يمثل فئة من أبناء الشعب الجزائري أو الأسر الجزائرية الفقيرة التي عانت الويلات، خاصة بعد الاستقلال مباشرة. يعني الاستعمار الفرنسي لما غادر أرض الجزائر ترك الجزائر في الحضيض. فهذا الشاب الجزائري المكافح والمناضل، يعني فعلا كافح من أجل تحصيل لقمة العيش، ولكن في حياته صادفته أهوال ومطبات ومآسي. ففي يوم من الأيام قلت والله بإذن الله حياة هذا الإنسان الذي أعرفه أراه أمامي، بحول الله تعالى سأكتبها وأترجمها في رواية، حتى القارئ يتفاعل معي أن هذه الحياة فيها الحلو وفيها المر. ولا بد للإنسان أن يكافح من أجل أسرته، من أجل أمه، من أجل والدته، من أجل والده، من أجل أبنائه، من أجل أسرته. لا بد أن يكافح. الكفاح من أجل الأسرة ترجمته في هذه الرواية. وإلى الآن أنا لا أعتقد أن هناك قارئ اطلع على هذه الرواية ولم يبكي كثيرا. هل تطمح إلى أن يكون سهام القدر أو مؤلف من مؤلفاتك مسلسل أو فيلم درامي؟ نعم، والله أعتقد أنه طموح كل كاتب. أنا أيضا هذه المؤلفات تصلح أن تكون سيناريوهات لأفلام ثورية وأفلام اجتماعية، ولما لا إلى مسلسلات. إن شاء الله الفكرة موجودة، يبقى فقط تجسيدها على أرض الواقع. وأنا من هذا المنبر، من منبر قناتكم، أقول للمنتجين وللمخرجين ولكتاب السيناريو: أعمالي بين أيديكم. أنا أنتجت هذا العمل الأدبي الذي أعتقد أنه فيه رسالة نبيلة لأبناء الجزائر ولأبناء هذا المجتمع. الآن أضع بين أيديكم هذه الأعمال حتى تنفعوا بها أيضا. ككاتب كيف ترى المقروئية في الجزائر؟ المقروئية في الجزائر، لا أكون متفائلا كثيرا ولا أكون متشائما كثيرا. أحيانا حين نظن أنه إن عدمت المقروئية نجد أن المقروئية موجودة، وأحيانا حين نعتقد أن المقروئية موجودة نرى أن المقروئية غير موجودة. فالمقروئية في الجزائر يعني تتأرجح، أحيانا تكون وتيرتها شوية متصاعدة، وأحيانا أخرى ناقصة جدا. وأعتقد أن السبب من وراء ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو مزاحمة الهاتف. الهاتف الآن أخذ منا أوقاتنا، يسرق منا الأوقات بطريقة رهيبة جدا. لذلك الابن عوض أنه الآن يتصفح كتاب، يتصفح قصة، يتصفح رواية، يتصفح صفحات الهاتف. هذا مشكلة الصغار والكبار أيضا، يعني كلنا في الهوى سوا. الأمر الثاني أعتقد نقص التشجيع، سواء في المدارس أو في النوادي. يعني نوادي القراءة، نوادي المطالعة لا نراها تقوم بدورها كما ينبغي. فينبغي أن نعيد الطفل، أو نعيد الطفل ونعيد الشاب إلى جو المطالعة، إلى جو القراءة النافعة التي تنفعه. لأنه نوعية القراءة أيضا تلعب دور كبير جدا. لما نزور مثلا معرض دولي للكتاب نرى صورة مشرفة جدا، أنه كاين إقبال كبير من مختلف ولايات الوطن
على معرض الدولي للكتاب لاقتناء المؤلفات. ولكن لما نغوص أكثر في نوعية المقروئية أحيانا نجد أنه ينبغي إعادة النظر فيما ننتجه من إنتاج أدبي ومن إنتاج فني لهذا المجتمع. والله سيد عبد العزيز، الحوار معك شيق جدا وكان في جعبة الكثير، إلا أنه للأسف الوقت ضيق. في كلمة ختامية. الكلمة الختامية أقول لكم شكرا مجددا على هذه الاستضافة الطيبة، وعلى أنكم أتحتم لي هذه الفرصة لأشارك مع الجمهور الكريم هذه الأعمال. ورسالتي خاصة للكتاب، لأنني أعرف أن هناك مطبات في الطريق، أنهم يغوصوا في أعماق نفوسهم ويوصلوا رسالتهم إلى المجتمع، لأن الرسالة ستبقى خالدة بحول الله. شكرا لك مرة أخرى على تلبية الدعوة، وكما قلت لك سابقا نحن في انتظار مؤلفات أخرى كنت قد وعدتنا بها، نحن في انتظارها. أرواح نقولكم على سر يخلي وصفاتكم شهية وصلصاتكم غنية، وفي لي غراتان بندوم مش عادية. ترى أوبي كريمة طبخ جديدة، كثيفة وبزاف لذيذة، كل أكلاتي من أجود حليب تجينا. أوبي سر طيابي. مازال ما لحقت، راهي قريب. عرضكم اليوم باش نقدم لكم رامي بريميوم قلب الحبة بنكهات طبيعية وبدون حافظ. أنا نحب الخوخ والمشماش. عصير أوبي تمتع بطعم الفواكه المختلفة والفيتامينات. الخبير جمال بغدادي مختص في علاج الغدة النخامية المسؤولة عن جسم الإنسان. الإنسان بعد تعرضه لصدمة في الحياة سوف تحدث له اضطرابات في الغدة النخامية. عندك التقليق